بص، لو انت فاكر ان هي خلصت، لا لا، ده احنا لسه بنبتدي. هنكمل بقيه الشخصيات بتاعت البيت المصري العجيب، عشان خاطر انت تبقى فاهم لو انت هتتجوز من بيت مصري يعني. تمام. بتيجي عندنا الاخت الطباخه، ودي كان نفسها تبقى شيف شربيني وفشلت، بس دي بتعمل لنا اختراعات محدش يقدر يعملها غيرها، واختراعات لاول مره تسمع عنها. يعني في مره عملت لنا كيكه ووش محروق، دي كانت تحفه. تقدر تتكلم بالجزمه، تسكت وتاكل. تمام. جت بعد كده الاخت الفيلسوفه. جيت في مره بسالها، بقول لها هو دلوقتي برطمان الملح فين؟ هي مش هتجاوب اجابه منطقيه، هي لازم هتلف لك لفه. فراحت جايه قالت لي الملح في البرطمان بتاع التوابل اللي جنب البرطمان البني بتاع السكر. فرحت على حسب الخريطه اللي هي قايلاها، لقيت ان الملح محطوط في برطمان كان فيه مربى اصلا وخلاص. اكلنا المربى وسيبنا البرطمان. ماشي. بيجي بعد كده بقى الموديل. الموديل دي بتقعد تحدد لنا كلنا هنلبس ايه، وخلي بالك ده يمشي مع ده، وفي الاخر بنكتشف ان احنا قدام المرايه شبه مربوحه. حزلقوم ماشي في نفسه. تمام. الدي جي بقى بتاعنا، ودي مسؤولة الدي جي ومسؤولة الافلام عشان خاطر القعدات العائلية. دي لو سألتها احمد العوضي كان لابس ايه في فيلم ايه، هتجاوبك. دي عندها معلومات اكتر من جوجل نفسه. انت متخيل يا مؤمن؟ اكتر من جوجل نفسه، متقدرش تهرب منها دي.